السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السينما المصرية هي أقدم صناعة سينما في قارة أفريقيا والمنطقة العربية، وعشان كده مصر عندها موسوعة كبيرة جدا من الأفلام. بس يا ترى إيه هي أفضل 10 أفلام في تاريخ مصر؟ وعلى فكرة ده مش رأيي، ده رأي النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي سنة 1996، وده كان بمناسبة مرور 100 سنة على أول عرض سينمائي في مصر. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الموضوع ونشوف النقاد دي اختاروا ايه. في المركز العاشر فيلم الفتوة من بطولة فريد شوقي وتحية كاريوكا وزكي رستم وتوفيق الدين، ومن اخراج صلاح ابو سيف. الفيلم عن قصة حقيقية وقعت احداثه في سوق الخضار في رود الفرج. التاجر الحقيقي اسمه محمد زيدان، وكان محتكر تجارة الفاكهة والخضار في الاربعينات والخمسينات. من اهم مشاهد الفيلم هو مشهد الثلاجة، واللي ابدع فيه بصراحة زكي رستم. يعني انا عاوز اقول لك ان فريد شوقي نفسه كان منبهر بيه. يعني لما زكي رستم قفل عليه الثلاجه، فريد شوقي راح لف من الناحيه الثانيه وراح قعد جنب المخرج صلاح ابو سيف عشان يتفرج عليه. فلما زكي رستم شاف فريد شوقي قام واقف التصوير وقال للمخرج انا كده مش هعرف اندمج في الدور. ازاي اكون لسه قافل على فريد شوقي في الثلاجه ودلوقتي الاقيه قدامي؟ بجد زكي رستم ده من افضل الناس اللي عملوا ادوار الشر في السينما المصريه. نخش بقى على المركز التاسع، فيلم غزل البنات. الفيلم ده شارك فيه كل نجوم فترة الأربعينات، نجيب الريحاني وليلى مراد وأنور وجدي ويوسف وهبي، وكمان ظهر فيه محمد عبد الوهاب. الفيلم ده قصة وإخراج أنور وجدي. أيوة، اللي الناس كتير ما تعرفوش إن أنور وجدي كان بيمثل وبيكتب وبينتج وبيخرج، كان بيعمل كل حاجة في الفيلم تقريبا. الفيلم ده كان أول فيلم تظهر فيه هند رستم، كانت طالعة كومبارس في أغنية اتمختري وتميلي يا خير. وزي ما ده كان أول فيلم لهند رستم، ده كان آخر فيلم لنجيب الريحاني اللي مات قبل عرض الفيلم ب3 شهور. مات ومعرفش إن فيلم غزل البنات بقى من أهم أفلام السينما المصرية. بس قبل ما يموت عمل واحد من أفضل المشاهد في السينما وقتها. كانت أول مرة حد يبكي في المشهد بجد من غير استخدام أي مواد تحفز على الدموع. المخرج أنور وجدي استغرب وراح سأله بعد المشهد انت عملتها ازاي؟ قال له انا افتكرت اخويا اللي خرج من البيت ومرجعش تاني. وكأنه كان بيبكي في المشهد على فراق ليلى مراد اللي حبها في الفيلم، ولكن في الحقيقة هو كان بيبكي على رحيل. في المركز الثامن فيلم سواق الاتوبيس. ده الفيلم الوحيد اللي موجود في القائمة معانا في فترة الثمانينات، من بطولة نور الشريف وعماد حمدي وميرفت أمين وحسن حسني ووحيد سيف. الفيلم من إخراج عاطف الطيب. طبعا اللي متابع افلام الثمانينات عارف يعني ايه عاطف الطيب، بس عاوز اقول لك بقى ان ده كان تاني فيلم من اخراج عاطف الطيب، وطبعا مش هتحس بده نهائي، كانه بيخرج من سنين. المفاجاه ان اللي شارك في كتابه الفيلم مع بشير الديك كان محمد خان، وده كان تعاون جميل قوي بين اهم مخرجين مصر في الوقت ده، واحد بدور كاتب والتاني بدور مخرج. الفيلم ده مليان مشاهد ماستر سين بين نور الشريف واخواته البنات، وهو بيروح يطلب منهم فلوس عشان يساعدوه. وعشان كده كان عادي جدا ان نور الشريف يفوز بجائزة التمثيل الذهبية في مهرجان نيودلهي السينمائي. ندخل بقى على المركز السابع، فيلم بداية ونهاية. ده تاني فيلم معانا في القائمة يكون من بطولة فريد شوقي ومن اخراج صلاح ابو سيف بعد فيلم الفتوة. كان موجود في البطولة برضو عمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل. الفيلم عن رواية لنجيب محفوظ بنفس الاسم، وتعتبر أول روايات نجيب محفوظ اللي بيتم تحويلها لفيلم سينمائي. الفيلم اترشح عشان يفوز بجائزة مهرجان موسكو السينمائي. بس أنا عاوز أتكلم عن أداء سناء جميل في الفيلم. بجد إيه العظمة دي؟ عملت دور أختهم الوحيدة المهمشة بجدارة، وأثبتت في الدور ده إنها فعلا مدرسة تمثيل. ولو مش مصدق فعاوز أقول لك إن سناء جميل احتلت المركز الثالث في جائزة أفضل ممثلة بين ممثلات العالم في مهرجان موسكو، وكانت دي أول مرة تحتل فيها ممثلة عربية المراتب الأولى في المهرجانات الدولية. نيجي بقى للمركز السادس، شباب امرأة. الفيلم بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية وعبد الوارث عصر، ومن إخراج صلاح أبو سيف. تحية كاريوكا يا جماعة لازم نرفع لها القبعة في الفيلم ده، واحد من أهم أدوارها على الإطلاق. يعني أنا لما أقول تحية كاريوكا أول حاجة بتيجي في بالي هي شباب امرأة. ولازم نرفع لها القبعه على حاجه تانية كمان، ان هي اللي اقنعت شكري سرحان يعمل دور الفلاح، لانه ما كانش عايز يعمل.
وقالت له بعد ما تعمل الدور ده هتبقى الاستاذ شكري سرحان وهتكون في حته تانيه. وده فعلا اللي حصل، وبقى شكري سرحان من افضل الممثلين في تاريخ مصر وافلامه كلها ما تتنسيش. الفيلم كمان شارك في المسابقه الرسميه في مهرجان كان السينمائي. في المركز الخامس فيلم الحرام، فيلم من بطوله فاتن حمامه وعبد الله غيث وزكي رستم ومن اخراج هنري بركات، عن روايه ليوسف ادريس. الفيلم بيتناول جزء من حياه عمال التراحيل في الارياف. فاتن حمامه قدمت شخصيه عزيزه اللي جوزها مريض، وفي يوم طلع عليها واحد من شباب القريه اعتدى عليها وبتحمل منه، وهنا بتظهر صعوبه الموقف. في المركز الرابع فيلم باب الحديد، من بطوله واخراج يوسف شاهين، وكان معاه في البطوله فريد شوقي وهند رستم. اكتر حد عجبني اداؤه في الفيلم هو يوسف شاهين. انا مش فاهم هو قدر يعمل شخصيه قناوي في الفيلم ده ازاي، على الرغم ان هو مخرج مش ممثل. دور صعب جدا، شخصيه غير متزنه وهي محور الفيلم. بص الفيلم ده انا هقول لك عنه معلومه تخليك تعرف انك لازم تتفرج على الفيلم ده، ان ده اول فيلم في تاريخ مصر والوطن العربي وافريقيا يترشح للتاهل لجائزه الاوسكار كافضل فيلم بلغه اجنبيه. في المركز الثالث فيلم المومياء، فيلم من بطولة أحمد مرعي ونادية لطفي، قصة وسيناريو وإخراج شادي عبد السلام. الفيلم عن قصة حقيقية حصلت في أواخر القرن ال19 سنة 1871. الفيلم بيحكي عن قبيلة في صعيد مصر عايشة على سرقة وبيع الآثار. عايز أقول لك إن لما عملوا استطلاع رأي في فرنسا عن أفضل فيلم بلغة أجنبية اختاروا فيلم المومياء. أنا من وجهة نظري إن أهم واحد في الفيلم ده هو شادي عبد السلام. شادي عبد السلام يا جماعة بسبب الفيلم ده تم اختياره إن هو من أهم 100 مخرج في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا. في المركز الثاني فيلم الأرض، بطولة محمود المليجي وعزت العلايلي ونجوى إبراهيم ويحيى شاهين وحمدي أحمد وصلاح السعدني. وده كان الظهور الأول لعلي الشريف على الشاشة في دور دياب. الفيلم من إخراج يوسف شاهين. فيلم الأرض ده فيلم أيقوني بالنسبة ليا وبالنسبة لناس كتير، إن هو أفضل فيلم في تاريخ مصر. يعني القصة نفسها للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي تحس إنها حاجة بتعبر عن الهوية المصرية. يعني لما حد في المدن مثلا بيحاول يتخيل حياة الفلاحين، أول حاجة بتيجي في باله هو فيلم الأرض، لأن في مشاهد فعلا تخليك تقول إيه الجمال والبساطة دي، أنا عاوز أعيش في المكان ده. حركة الكاميرا بتاعت يوسف شاهين في الفيلم ده هي أفضل حركات للكاميرا في تاريخه حرفيا، وكل حركة بيكون فاهم وعارف ايه الغرض منها كويس، وبيطوع كل الامكانيات اللي معاه عشان يقدر يوصل الرساله للمشاهد. ولا محمود المليجي في دور محمد ابو سويلة، يا خبر ابيض على محمود المليجي في الفيلم ده، عمل دور رهيب. بصوا يا جماعه بصراحه فيلم الارض ده محتاجين نعمل فيه حلقه لوحده. في المركز الاول اللي النقاد اختارته يكون افضل فيلم في تاريخ مصر هو فيلم العزيمه، انتاج سنه 1939 من بطولة حسين صدقي وفاطمة رشدي وأنور وجدي وزكي رستم. الفيلم من تأليف وإخراج كمال سليم. أعتقد إن في ناس كتير ممكن ما تكونش شافت الفيلم ده، أو اللي شافه مش مقتنع إن يتم اختياره أفضل فيلم في تاريخ مصر. بس أنا في اعتقادي الشخصي إن النقاد اختاروا الفيلم ده عشان هو أول فيلم واقعي في مصر. يعني اللي يتفرج عليه لازم يراعي إن الفيلم بالسيناريو والإخراج ده إنه اتصور في الثلاثينات. هو فعلا فيلم كان سابع عصر. وعلى فكره المخرج كمال سليم لما راح استوديو مصر عشان يقنعهم بالفيلم ما كانوش راضيين يصوروه، وكانوا شايفينه فيلم تافه ومش هينجح. ولما كمال سليم اصر عليه قالوا له خلاص هنصوره بس بشرط انه لو فشل هتعمل لنا 5 أفلام ببلاش. ووافق كمال سليم، وطبعا الفيلم ما نجحش وبس، ده كسر الدنيا لدرجه اننا بنتكلم عليه دلوقتي وبنقول ان النقاد اختارته افضل فيلم في تاريخ مصر. بس يا سيدي وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. وانتوا كمان قولوا لنا رايكم في التعليقات، هل الافلام دي تستحق تكون افضل 10 افلام في تاريخ مصر، ولا في افلام تانية كانت تستاهل تكون موجوده مكانها؟ شكرا ونشوفكم في حلقه جديده.